اوعى تفتكر ان استلام الشقة هي امضى واستلمنا وعلى البركة وخلاص. مش عندنا دي رحلة التلافي الخوازيق والهروب منها والهروب منها. فالفخ الاول معانا ان انت بتمضي على الاستلام من غير ما تبص حواليك وتدقق وتبص وتشيك على الحاجة اللي انت بتستلمها. اي حاجة مش عاجباك المفروض ان انت بتصورها وبتكتب بيها ملحوظة بترفقها بالاستلام بتاعك. الفخ التاني معانا ان انت وانت بتشيك هيقابلك مثلا شق في الحيطة، فانت تقول ده عادي ده صغير. حبيبي الصغير بيكبر. ثالث حاجة السباكة والكهرباء، فانت بتجرب مفتاح كده وقشطة اهي ده فيه نور وبتاع، جربت الحنفية كده تمام. لا ده انت المفروض بتعدي على اللمض لمبه وعلى المفاتيح مفتاح ويبقى معاك كده ايه رش شاحن تجرب تشحن موبايلك في كل السوكتس، علشان ما تجيش في الاخر تندم ترجع انت تعمل الكلام دوت من فلوسك تاني. انا مش هستلم من استلام نهائي واديك الدفعه النهائيه الا لما تكون مشاكلي دي كلها خلصت. كمان فخ هتقع فيه، انت ما اختبرتش الابواب والشبابيك ليه؟ يعني دي اختبارها، انا اجربها، اجرب الابواب والشبابيك وارزع واخبط فيهم واشوفهم تمام ولا لا. افرض حاجه عصلجت معاه. الفخ الخامس بقى انك تشيك كل التشيكات دي بس انت ما انتش عارف اي حاجه وبتقول تمام والله ينور يا جماعه وزي الفل يا حبايب قلبي، وانت كده ما عملتش حاجه. هنا الحل بتاع القصه دي ان انت المفروض بتجيب معاك مهندس مشرف مختص يعرف يفيدك في الموضوع دوت ويديك تقرير فني محترم عن الشقه اللي انت جاي تمضي الاستلام بتاعها. فانت لو عايز تخش بيتك وتخليك كده ايه هادي ومستقر نفسيا، تلافى الخوازيق. دلوقتي ممكن تقول لي في الكومنتات ايه اكتر فخ انت ممكن تقع فيه او تكون وقعت فيه بالفعل، ولو عندك واحد صاحبك هيستلم شقه قريب منشنه في الفيديو دوت وامنعه يقع في الفخ. سلام.